السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام. أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الزراعة المختلفة وفيديو جديد. اليوم سنقوم بزراعة بذور الشبت، كما ترون بذور الشبت أو الجرادة حسب ما بتسموها في بلادكم. طبعا أنا بذور الجرادة أو شبت مستنسخة من السنة الماضية. طبعا حضرت 2 صيص بهذا الحجم، أقل شيء يكون ارتفاع 25 سنتي، تربة صينية زائد تربة رملية مع إشي خفيف من السماد العضوي. طبعا مواعيد الزراعة الشبت تبدأ من بداية الصليب، يعني بداية شهر 11 لنهاية شهر 3. نرش البذور كما تشاهدون بهذه الطريقة. طبعا بدنا تكون البذور شيء خفيف، يعني ما بدنا كمية بذور كتيرة عشان تطلع النبتة جميلة وحلوة. بعد ذلك بنقوم برش شيء خفيف من التربة، أي تربة الرمل، عشان تكون خفيفة عن النبتة. زي ما انتم شايفين، يعني أقل أو أكثر شيء يكون ارتفاع التربة فوق البذور نصف سنتي أو سنتي. بعد ذلك أقوم بري التربة ري جيدا، والري بيكون حسب الحاجة، يعني كل يومين، والثالث أو كل 4 5 أيام. زراعة الجرادة أو الشبت بعد ب20 يوم من زراعتها، كما تشاهدون النتيجة ما شاء الله تبارك الله. بعد 50 يوم من زراعة الشبت أو الجرادة، كما تشاهدون النتيجة ما شاء الله. بعد 3 شهور ها هو الشبت أو الجرادة صار بإمكاننا نستخدمه. طبعا فرجيناكم طريقة الزراعة وطريقة العناية. لقيت أنا ممكن أستخدم الشبت أخضر أو أخليه بهذه الطريقة ويصير عندي بذور، وأستخدمه شبت ناشف. طبعا بعد ما وثقنا كل هذه الأمور عن طريق الفيديو، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبنتمنى تدعمونا في قناتنا المتواضعة، مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.